أهلا بيكم. في جملة كده بنسمعها كتير قوي، جملة تبان بسيطة لكن الحقيقة إن جواها سر من أكبر أسرار التربية. النهاردة بقى هنمسك الجملة دي ونفصصها حتة حتة عشان نعرف إيه اللي مستخبي وراها. الجملة هي كن قدوة لطفلك. 4 كلمات بس، دول مش مجرد نصيحة عادية، لأ، دي قاعدة أساسية في التربية. ده يعتبر المبدأ اللي بيتبني عليه شخصية الطفل كلها في المستقبل. طيب كلنا أكيد متفقين إنها حاجة مهمة، بس السؤال الحقيقي هنا، يعني إيه أصلاً كلمة قدوة؟ هل معناها إن الواحد يعمل الصح وخلاص؟ ولا الموضوع أعمق من كده وفي أبعاد تانية لازم ناخد بالنا منها؟ تمام. عشان نفهم الموضوع صح لازم نرجع للأصل. خلينا نبدأ بالمبدأ الأساسي اللي قايمة عليه فكرة القدوة دي. القدوة يا جماعة مش مجرد شخص بنحبه أو بنحترمه، لأ، القدوة دي عاملة زي المراية، مراية حية. الطفل بيبص فيها كل يوم وبيقلد اللي بيشوفه، بيتعلم منها سلوكه وقيمه. يعني من الآخر التعلم الحقيقي بيجي بالمشاهدة مش بالكلام والتوجيهات. طيب ليه بقى الموضوع ده تأثيره قوي كده؟ يعني إيه اللي بيحصل جوه عقل الطفل يخلي اللي بيشوفه بعينه أقوى 1000 مرة من أي كلام بيسمعه بودنه؟ بصوا، في فرق شاسع بين إن الطفل يشوف حاجة بتحصل قدامه وإنه يسمع نصيحة. لما بيشوف سلوك بيتكرر، السلوك ده بيتزرع جواه، بيبقى جزء منه من غير ما يحس. لكن لما يسمع تعليمات، دي بتبقى حاجة مؤقتة محتاجة تركيز عشان تتنفذ. يعني المشاهدة بتشكل الشخصية نفسها، لكن السمع يدوب بيوجه. وهنا بقى في حقيقة مهمة جدا لازم نستوعبها. الأطفال دول عاملين زي كاميرات المراقبة بالظبط، شغالين 24 ساعة، مفيش أي حاجة بتفوتهم. والكاميرا دي ما فيهاش زرار إيقاف. طب هما بيراقبوا إيه يعني؟ مش بس الحاجات الكبيرة، لأ، هما بيتعلموا من أصغر التفاصيل. بيشوفوا إزاي بنتعامل مع العصبية والتوتر، طريقة كلامنا مع الناس شكلها إيه، إزاي بنطبطب على حد زعلان، وإزاي بنقوم ونكمل لما تحصل مشكلة. دي هي الدروس الحقيقية اللي بتتشاف مش بتتقال. تمام أوي. بما إن المراقبة دي شغالة على طول، يبقى إزاي الواحد يكون قدوة بجد؟ الحكاية كلها بتعتمد على التوازن بين حاجتين مهمين جدا، اللي بنعمله واللي بنقوله، يعني الأفعال والأقوال. العملية دي ليها 3 أركان أساسية. أول حاجة خالص هي الأفعال، لأنها بتفضح قيمنا الحقيقية من غير كلام. تاني حاجة هي الأقوال، ودي اللي بتوضح المبدأ اللي ورا الفعل. لكن الركن التالت وده بقى الأهم واللي بيمسك كل حاجة في بعضها، هو الاتساق. الاتساق هو ده أساس كل حاجة. لما اللي بنعمله يبقى هو اللي بنقوله، الطفل بيتعلم يعني إيه ثقة ويعني إيه مصداقية. بس أول ما يحصل تناقض، أول ما يشوفنا بنقول حاجة وبنعمل عكسها، كل الثقة دي بتتهدم في لحظة. وساعتها بيتعلم درس تاني خالص، درس خطير، إن المبادئ دي مجرد كلام وشعارات. ونيجي بقى لأهم نقطة يمكن في الموضوع كله، الأثر اللي بيفضل. لأن تأثير القدوة ده مش بيخلص لما الطفولة تخلص، لأ، ده بيفضل محفور جوه الشخصية وبيكمل مع الإنسان طول عمره. الرحلة كلها بتبدأ في الطفولة، لما القدوة بترسم أول خطوط في البوصلة الأخلاقية بتاعة الطفل، وبعدين في المراهقة بيبدأ يستخدم البوصلة دي عشان ياخد قراراته، وفي الآخر خالص لما يكبر ويبقى شخص ناضج هو نفسه بيتحول لقدوة للجيل اللي بعده. هي دايرة بتلف وبتسلم من جيل لجيل. يعني في النهاية نقدر نقول إن القدوة دي هي بالظبط زي الرسم الهندسي اللي بيتبني عليه كيان الإنسان كله. لو الأساس ده اتحط صح من الأول، المبنى كله هيفضل صلب ويقدر يقف قدام أي تحدي في المستقبل. كل الكلام اللي قلناه ده ممكن نلخصه في سؤال واحد بس، سؤال مهم فعلا ومحتاجين كلنا نفكر فيه. لما الأطفال اللي في حياتنا بيبصوا علينا، هما بيتعلموا إيه؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد كل حاجة.